حبيت نتكلم في هذه الحصة المباركة عن حكم اجتماع العيد مع صلاة الجمعة في نفس اليوم، العيد والجمعة. أنا نسمع أقوال غريبة وناس قاعدة تفتي باللي إذا اجتمع العيد والجمعة تسقط صلاة الجمعة. عجيب، فتوى غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الذي نزل من عند الله جل جلاله هو وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر واضح من الله جل جلاله، آية محكمة ليست من المتشابهات. يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتم النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فعل أمر، وفعل الأمر هو طلب الفعل للوجوب. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع واللي حرام، عقد الزواج حرام، الكلام حرام. من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذه الصلاة الواجبة أسقطوها. علاه؟ قال لك لأننا صلينا العيد، مع أن العيد سنة. العيد سنة، لو أن الإنسان يتخلف عن صلاة العيد فلا إثم عليه، وإنما ترك سنة. هذه السنة ولا تسقط الفريضة. وين صبتوها؟ من أين لكم هذا؟ وقتها كانت السنة تلغي الفريضة. أما لا، اللي يصلي الشفع والوتر تسقط عليه العشاء، اللي يصوم الاثنين والخميس يسقط عليه شهر رمضان، اللي يصدق تسقط عليه وجوب الزكاة، من يذهب إلى العمرة يسقط عليه وجوب الحج. وأين وجدتم في قواعد الشريعة أن السنن تسقط الفرائض؟ وين صدتوها؟ وإنما القصة اسمعوها باش تتعلموا، وما تسمعوش لأبي خليطة ليروا يخلط عليكم دينكم ويسقط عليكم في الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كاين المسجد في المدينة، هذوك أصحاب القرى والمداشر البعيدة عن المدينة كانوا يجيوا باش يصليوا صلاة العيد وراء رسول الله. إذا صلوا العيد وراء رسول الله صباحا عند شروق الشمس يقعدوا يستنوا صلاة الجمعة، وما يروحوش لدارهم يغافروا ويسلموا، يقعدوا يستناوا مساكن، لأن الصلاة وراء رسول الله عندهم عزيزة وعظيمة وماشي حاجة اللي يخلوها. اتصور يجوا من العوالي، من القرى والمداشر البعيدة التي ليس فيها مساجد باش يصلوا العيد وراء رسول الله ويقعدوا حتى صلاة الجمعة. يروحوا الصحابة تاع المدينة يسلموا على أهاليهم، يفطروا، يغافروا، يزوروا الأقارب وهما قاعدين في الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضوه لأنه حنين ورحيم بالأمة تاعو. كان يقول لهم لأصحاب العوالي، ماشي الناس اللي قريبة من الجامع، يقول لهم روحوا، ما كان لا تستناو الجمعة، تقدروا تروحوا لديوركم، وإن كان في القرية نتاعو ما كاش جامع لا تجب عليه الجمعة. ماشي الجمعة تسقط لو كان قعدوا. ولذلك سيدنا عثمان في زمانه أصحاب القرى والمداشر البعيدة عن المدينة لما جاوا صلوا مراه العيد قال لهم تقدروا تروحوا لبيوتكم، ما كان لا تستناو الجمعة. ماشي معناتها أسقط عليهم وجوب صلاة الجمعة لو كان بقاو في الجامع، لو كان بقاو في المدينة
واجب عليهم يصلوا الجمعة، لا تسقط. ولكن إذا ولاو للقرى نتاعهم وليس فيها مساجد، ما كانتش الحالة كما احنا اليوم. احنا اليوم الحمد لله تصيب بلدية كما بلدية بلوزداد فيها وقيلة 13 جامع، في كل قرية مسجد ولا 3، في كل دشرة مسجد ولا 2، في كل مدينة عشرات المساجد، في كل مكان مسجد. في وقت النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء المساجد كانت قليلة جدا تعد على الأصابع، فكانوا يجوا يصلوا العيد ويقعدوا يستنوا صلاة الجمعة، فكان يقول لهم تقدروا تروحوا باش تغافروا وتسلموا وتعيشوا العيد مع أهليكم، وما كان لا تعودوا تولوا لصلاة الجمعة لأنها لا تجب عليكم. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ جاو دكا قال لك لا نسقطوا الجمعة لأننا صلينا العيد. يا سبحان الله. اسمع، فقد صح عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. رواه الإمام مسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي الجمعة، كان يصلي صلاة العيد ويصلي الجمعة بالناس. نعاود نقرأ الحديث. رواه مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة أكو تسمعوا في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. في الصلاتين أي صلاة العيد وصلاة الجمعة. بلى هذه فتوى باطلة، هذه من فتاوى المستوردة تاع إسقاط الجمعة. قال لك نصليوا العيد ومن بعد ما نصلوش حتى نصلوا العصر. واش نديروا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ واش نديروا؟ نحوها من المصحف، نحوها من المصحف. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع، روى الشافعي عن مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: واش قال؟ إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية، سمعت، فمن أحب من أهل العالية يعني الناس اللي كانوا يجوا من القرى والمداشر البعيدة عن المدينة المنورة والتي ليس لهم مساجد للجمعة وكانوا يجيوا يقعدوا من صلاة العيد إلى صلاة الجمعة، سيدنا عثمان قال لهم: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له في أن يرجع إلى قريته. ولا أنتم من أصحاب العالية؟ أنتم من القرى والمداشر البعيدة عن المدينة المنورة، وينك عايش قدام الجامع، ما كاش قرية ولا حومة إلا والمسجد أمام الدار. لا يجوز إسقاط الجمعة بحجة صلاة العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.